انت بقى بتقول لي اليو ديانج هيسيب الاهلي وبيتفاوض مع الزمالك بناء على ايه؟ الزمالك هيدفع له كام؟ هيدي له كام؟ اعزائي المشجعين في كل مكان، اهلا وسهلا بيكم مع ابو صلاح في حلقه جديده من مشجع رياضي. هنتكلم كلمتين كده على السريع بخصوص الصحفي اللي كان طالع في برنامج تلفزيوني من كام يوم بيتكلم على ان في مفاوضات ما بين الزمالك وما بين اليو ديانج. انا عايز اعرف انت جبت المعلومه دي منين. الحاجه التانية والاهم، اللي نفس الصحفي ده لو تفتكروا كده وترجعوا بالزمن كام شهر لورا، اللي طلع اشاعه ان راموس بيخلص في الزمالك، سيرجيو راموس. جيبها لي كده بانه عقد، اذا كان يعني الاهلي ماديا حاليا اقوى من الزمالك، مش هقول اقوى من بيراميدز، بس ممكن يكون بيعادل بيراميدز او ممكن يكون بيتخطى بيراميدز بحاجه بسيطه. وبدليل زي ما انت شايف، جاب لك تريزيجيه، جاب زيزو، جاب محمد علي من رمضان، جاب لعيبه تقيله جدا وعمل سكواد، عمل سكوادين. الاهلي لعب ماتشين في يوم واحد بسكوادين مختلفين. انت بقى بتقول لي اليو ديانج هيسيب الاهلي وبيتفاوض مع الزمالك بناء على ايه؟ الزمالك هيدفع له كام؟ هيدي له كام؟ المحكمه الرياضيه بقت الزمالك عندها هو الاسماعيلي اشهر من نار على العالم بخصوص الشكاوي والوقف القيد والمستحقات المتاخره بتاعت اللعيبه والمستحقات المتاخره بتاعت المدربين والكلام اللي احنا عارفينه ده كله. فنتمنى يا جماعه اللي يجيب خبر يجيب خبر من مصدر موثوق منه، يا اما يسكت ويرتاح ويريحنا معاه. في نهايه الفيديو ما تنساش تدوس لايك، تكتب لنا تعليق تقول لنا ايه رايك في الكلام اللي اتقال، وما تنساش تتابعنا او تشترك معانا في القناه عشان يوصلك كل جديد. والاهم من ده كله، صل على الحبيب. سلام.